السلام عليكم. خلص شهر الخير، شهر الكرم بصراحة. هو طبعا ربنا أكرم من أي شهر، فبس خلص شهر الخير وربنا يا رب يديم علينا الخير وفعله. دلوقتي خلصنا خلاص شهر رمضان، فرجعنا تاني لستر البيوت على قد ما بقدر، وعلى قد يعني بسهل الدنيا على الحالات على قد ما بقدر. المهم اللي صاحب النصيب الحاجات ديت ده راجل مسن، يعني ولاده للاسف مش معاه، فكان في الشارع وكان بينام في الشارع. المهم بنته يعني ربنا يا رب يكرمها ويهديها بس كده على باباها. هتاخده عندها يعيش عندها، يعني قلبها حن كده فجأة، فهتاخده يعيش عندها. فعلشان خاطر والدها فقلنا نسهل عليها الدنيا على قد ما نقدر. فهنسهل عليها الدنيا بايه؟ بالاكل والبامبرز بتاعه وكل حاجته. هنحاول نوفر الحاجه بتاعته عندها. طول ما هو قاعد معاها ان شاء الله هنحاول نسهل الدنيا، ويا رب خير، وربنا يحنن قلوبنا كلنا على اهالينا وعلى الضعفاء وكده. الحمد لله يا رب. دي اول حالة. هوريكم كمان حاجات تانية اشتغلت عليها الايام دي. السلام عليكم. دول بقى 4 حالات في بعض. دول الناس مسنين. والله يعني الأسر دي فعلا كلهم في كرب، وكلهم حالتهم وحشة. أنا بحتاس كل شهر في البامبرز حقيقي، بتعذب كده عشان أجيب البامبرز وأجيب العلاج. أنا بتعذب، وفي نفس الوقت الولاد يعني اللي أبهاتهم وأمهاتهم بيلبسوا البامبرز، فبيتصلوا بيا يقولوا لي وكده على البامبرز إن أنا ما أتأخرش. المهم في واحدة جزاها الله خير الجزاء، هي اللي قامت لي الشهر كله بالبامبرز والعلاج. دول روشتات. انتوا ممكن تكونوا مفكرين ان العلاج سهل، او اجيب روشتة علاج سهل. اقسم بالله من اصعب الحاجات اللي بشتغل فيها هي العلاج والبامبرز. حقيقي صعب جدا. مسنين كتير قوي بياخدوا علاج. العلاج بس اللي جبته امبارح ب 1300، والعلاج اللي جبته قبل كده الاطفال والناس مسنين ب 500 وشويه، وناس مرضى السكر والضغط. لا الموضوع كبير. الفيديو دوت ممكن يكون بسيط عند ناس كتير، لكن الفيديو ده العلاجات اللي فيه كتير، ولسه في كذا حالة هجيب علاج. المهم صاحبة التبرع بالحاجات دي كلها جزاك الله خير الجزاء. ربنا يديكي من كرمه ومن فضله، وتفضلي دايما تدي في الخير، ودايما تفضلي تعملي كده علشان تبني لك القصر بتاعك اللي في الجنة. تستاهلي كل الدعاء اللي الأمهات بتدعوه لك. جزاك الله خير.